تعالوا نحضر أطيب كيكة ممكن تسووها بالبيت ومكونات جدا بسيطة. ولا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتعليق حلو وتشاركون الفيديو لأصدقائكم. هسه يابا نقول بسم الله ونبلش. أول شي نحتاج 300 غرام من البسكيت ويفضل يكون نوعية زينة، وبعدها راح نطحنه بهذا الشكل مثل ما تشوفون بالفيديو. وبعدها راح نجيب كاسة وننزل البسكيت المطحون ونضيف كوب واحد من الحليب وربع كوب من الشكر وظرف واحد من البيكنج باودر. وهسه راح نبدي نجانسهم الى ان توقع ايدنا. وبعدها يابا راح نجيب قالب مال كيك وندهنه بالراشي بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وبعدها راح ننزل الخليط اللي سويناه، واهم شي نحركه بهذا الشكل مثل ما تشوفون بالفيديو. وبعد ما حركناه وصار عندنا جاهز، هسه ندخله بالفرن على درجة حرارة 180 من 25 إلى 35 دقيقة كل من وفرنه. وبعدها صارت عندنا جاهزة الكيكة بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وهسه راح أزينها بصلصة اللوتس وشوية بسكت من فوق، وصارت عندنا جاهزة. وألف ألف عافية مقدما. ولا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتعليق حلو وتشاركون الفيديو لأصدقائكم. ومع السلامة.